السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ زي ما انتم شايفين يا جماعه، فيديو النهارده مش بس اسهل حاجه، لا اسرع غدا ممكن ست البيت تعمله. بس انا زي ما انا متعوده ان انا بشارككم كل حاجه، فصورت معاكم الفيديو ده. يلا بينا نشوف عملنا الغدا بتاعنا النهارده ازاي. اول حاجه معايا راس توم ونص كوبايه زيت برفعهم على النار. هعمل التسبيكه الاول يا جماعه. المكرونه بالصلصه انا بعمل التسبيكه بتاعتها الاول او الصلصه بتاعتها الاول. تمام كده. التوم ده بتاع السنة دي، فهياخد شوية كتار على النار يعني. هبدأ أقلب فيه، ايدي شغالة على طول عشان ياخد كله لون واحد. البخار مش مخلي الصورة واضحة قوي، زي ما احنا شايفين كده. اول ما يبتدي ياخد اللون الذهبي معايا، في الوقت ده انا عاملة الطماطم في الخلاط ومصفياها مجهزاها. خلاص هو خدت اللون الذهبي، هنزل بقى بالطماطم اللي معايا. عشان المكرونه بتحب الصلصه تكون كتير شويه عشان تكون طريه وجوسي، فانا عندي هحط كيس صلصه كمان. بهاراتك بقى ملح وفلفل اسود ومعلقه سكر عشان الحموضه يا جماعه، واسيب التسبيكه تعيش مع نفسها براحتها كده. انا مش عايزه تسبيكه المكرونه بالذات، التسبيكه الوحيده اللي ما بخليهاش يعني بس بتكون فيها سنه ميه شويه او سنه صلصه شويه، مش ناشفه قوي، عشان تخلي المكرونه بتاعتنا طريه. زي ما احنا شايفين كده، شايفين؟ مخليهاش تتسبك قوي. في حلة تانية بقى وهبدأ احط المية للمكرونة عشان اسلقها فيها. انا ما شاء الله معايا اكتر من كيس مكرونة، فانا مكترة المية شوية، ومش بنزل بالمكرونة يا جماعة غير لما المية تغلي وتغلي كويس قوي كمان. ولو انت اول مرة تشوفيني ما تنسناش باللايك والشير، وحطوا اللايك يا جماعة وصلوا على النبي في الكومنتات. بتاخد بالظبط 3 دقايق على النار، انا مش عايزاها تستوي او تفتح مني، لازم تكون ناقصه سوا. ما بتاخدش سوا كامل لان لسه انا هنكمل سواها في الصلصه. زي ما انتوا شايفين كده، تاخد 3 دقايق بالظبط على النار. خلاص هصفيها وانزل على الصلصه بيها. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، شايفين المكرونه ما شاء الله، لا معجنه ولا حاجه. هتكمل سواها بقى في الصلصه بتاعتها. دي كنت بحمر بطاطس عادي يعني. لو انت اول مره تشوفني ما تنساش باللايك والشير والاشتراك يا جماعه، حطوا اللايك. انا بحب اشارككم كل حاجه انا بعملها. ودي سلطه عادي برضو. وده كان غدانا اللي انا شاركته معاكم. زي ما انتم شايفين ادي المكرونه ما شاء الله، ودي البطاطس، ودي السلطه اللي احنا عملناها. ولو انت اول مره تشوفيني ما تنسناش باللايك والشير والاشتراك يا جماعه، وحطوا اللايك لاحلى مكرونه. والله بجد بصراحه حلوه ما شاء الله يعني، مظبوطه، طريه وجوسي وفي نفس الوقت مش معجنه، وما شاء الله طعمها ومظبوطه على الشعر. يلا اشوف وشكوا على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.